السلام عليكم. النهارده مش هنتكلم عن اكل صحي، النهارده هنتكلم عن جريمه بنرتكبها يوميا في حق نفسنا، وبنسميها وجبه، بنسميها وجبه سريعه. هل تتخيل ان وجبه واحده بس ممكن تعطل اهم جهاز في جسمك لمده 6 ساعات كامله؟ النهارده هشرح لك بالدليل العلمي ازاي وجبه واحده ممكن تسد شرايينك وتجهزك لنوبه قلبيه. ازاي ملايين الناس كل سنه بيموتوا بسكتات قلبيه او دماغيه من غير ما يكون عندهم اي اعراض قبلها. خلينا نفهم الاول الصوره كامله. ايه اللي بيحصل اصلا في النوبه القلبيه؟ اي نوبه قلبيه، اي جلطه دماغيه في اي مكان في العالم وراها سبب واحد مباشر، اللي هو انسداد مفاجئ في شريان ما. الشريان الطبيعي بيبقى مرن واسع، جداره ناعم، لكن مع الوقت بيبدأ الجدار يزيد سمكه، التجويف اللي جواه يضيق، تتراكم جواه الدهون، يفقد مرونته في لحظة معينة. الدم ما يعرفش يمشي كويس، ما يعرفش يعدي، يحصل انسداد تام. لو في شرايين القلب يحصل جلطة في القلب، لو في المخ يحصل جلطة في المخ، لو في رجليك يحصل موت لرجليك. السؤال الخطير هنا، ايه اسرع حاجة بتسرع العملية ديت؟ العملية دي ما بتحصلش فجأة، بيحصل تصلب الشرايين على مدار شهور وسنين، ما بيحصلش في يوم وليلة. بيبدأ بحاجات الناس بتعتبرها عادية، ضغط دمك عالي شوية، عندك سكر، التهاب مزمن بسيط، زيادة وزنك. الناس بتقول ده لسه بدري، ده الحاجات ديت كلها مقدور عليها، ده شوية السكر عالي حاجة بسيطة، الضغط عالي حاجة بسيطة، دي حاجات ما تزعلش. لكن دي أول خطوة في طريق مسدود. أخطر نوع وجبات على الشرايين. الدراسات الحديثة لقت حاجة مهمة جدا، أخطر عامل غذائي مهم على الشرايين مش الدهون لوحدها ولا السكر لوحده، لكن نوع معين من الوجبات المتكررة اللي بتهاجم الشرايين في نفس الوقت. يعني مش وجبة واحدة، مش حاجة دسمة بس، مش حاجة مسكرة بس، لكن تكرار الوجبات اللي فيها الحاجات ديت في نفس اليوم بتهاجم الشرايين في نفس الوقت بآليات مختلفة. الوجبات ديت معمولة في مصانع فقيرة جدا بالألياف، غنية بالملح، الملح فيها عالي جدا، الصوديوم فيها عالي جدا، غنية بالسكر، محضرة بدهون صناعية، متجهزة بدهون صناعية، طعمها لذيذ جدا طبعا علشان تتعود عليها وتدمنها، لأنها مصممة إن هي تخليك تدمنها وتتعود عليها. لكنها منها ما بتشبعش، ما بتغذيش، وبتسبب أثر التهابي في الجسم لساعات طويلة. طيب ليه؟ ايه اللي بيحصل جوه جسمك بعد الوجبه اللي زي دي؟ ركز معايا. اول ضحيه عندنا هي بطانه الشرايين، حاجه اسمها الاندوثيليوم. جوه كل شريان عندك في طبقه رفيعه جدا اسمها الاندوثيليوم، دي المايسترو اللي بيقول للشريان يوسع او يضيق حسب احتياج الجسم بعد الوجبه دي مباشره. الدهون المشبعه زائد الصوديوم بتعمل حاله شلل مؤقت لنشاط الطبقه بتاعه الاندوثيليوم دي. وفي ماده سحريه اسمها النيتريك اوكسيد، الماده دي مسؤوله عن مرونه الشرايين. الوجبه دي برضو بتقلل انتاج النيتريك اوكسيد. النتيجه تبقى ايه؟ شرايين ناشفه، متيبسه، متصلبه، اقل مرونه. الابحاث اثبتت ان مرونه الاوعيه الدمويه ديت بتقل بشكل ملحوظ جدا بعد الأكلة دي مباشرة. ساحة المعركة داخل الدم، لما الدهون المتحولة تدخل الدم يحصل هجوم من حاجة اسمها الشوارد الحرة، الفري راديكالز. الجسم بيتعامل مع الوجبة كأنها عدو، يفرز مواد التهابية زي الانترلوكين 6، زي السي ار بي. الدم بيتحول لساحة معركة، وهنا يحصل أخطر شيء، أكسدة الكوليسترول الضار. يحصل عندنا اوكسيدايزد لو دينسيتي لايبوبروتين، اوكسيدايزد ال دي ال. ده بيبقى بقى زي الغرة، يلزق جوه الشرايين، تيجي خلايا مناعيه اسمها الماكروفاجز تبلعه وتتحول لفوم سيلز. ودي يا جماعه الطريقه، الطوبه الاولى في جدار تصلب الشرايين. الملح هو القنبله الصامته. الوجبه ديت ممكن تحتوي على اكثر من 2500 مللي جرام صوديوم، يعني اكثر من احتياجك اليومي بالكامل بتاخده في وجبه واحده صوديوم. ينتج عنها حبس سوائل،
زيادة مفاجئة في حجم الدم، ارتفاع ضغط الدم. تخيل بقى قلبك بيضخ دم أكتر في شرايين ناشفة وضيقة ومتصلبة، الضغط يعلى فجأة. لو في عندك بليك قديمة مهزوزة داخل الشريان، الضغط ده ممكن يفجرها وتتحول في لحظة لجلطة فورية ينتج عنها سكتة قلبية، سكتة دماغية لا قدر الله. الأبحاث بتقول إن حالة الإجهاد الوعائي دي بتستمر حوالي 6 ساعات كاملة بعد الوجبة. يعني لو بتفطر وتتغدى وتتعشى بنفس النمط ده، انت حرفيا كده عايش اليوم كله متواصل في النمط ده، حاطط جهازك الدوري، حاطط شرايينك وأوعيتك الدموية تحت ضغط مستمر 24 ساعة. الشرايين مش بتموت فجأة، بتموت تدريجيا مع كل وجبة. تكرار الوجبة الضارة ديت هو أخطر حاجة في الدنيا. الوجبات ديت ببساطة هي اسمها الوجبات فائقة المعالجة، الترا بروسيسد فود. شكلها جميل، سريعة، تيك اواي، سهلة، لكن تأثيرها تدميري. الوجبات دي زي البرجر، الهوت دوج، اللحوم المصنعة كلها، الخبز الأبيض، الأجبان المصنعة، الصوصات، الوايت صوصز والحاجات اللي هي الجاهزة ديت، المشروبات الغازية، الحلويات المغلفة. دي مش أكلة وخلاص، دي نمط متكرر بيسد الشرايين بهدوء. الهدف مش إننا نخوفك، الهدف إننا نحافظ على صحتنا. استبدل المقلي بالمشوي، زود خضار وفواكه، اختار أكل حقيقي مش مصنع، اعمل أكلك في بيتك قدر الإمكان. أكل والدتك ده أحلى أكل في الدنيا، وشوف الفرق. حافظوا على قلوبكم يا جماعة، لأن القلب هو الموتور الوحيد اللي ما بيتغيرش. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.